السلام عليكم ورحمة الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. أولا ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وأن تدعمون بلايك كي يصل إليكم كل جديد. فاضل شهر وبعض الأيام القليلة على انتهاء هذه السنة، سنة 2024. ولكن قبل انتهاء هذه السنة أتوقع بوفاة لاعب شهير في النادي الأهلي، أتوقع بوفاة لاعب شهير كبير جدا في النادي الأهلي قبل انتهاء هذا العام. نتوقع بوفاة لاعب شهير جدا في النادي الأهلي قبل انتهاء هذا العام. شيخ، اللي انت بتقوله ده صح؟ طبعا هذا الكلام كلام كفر والعياذ بالله. لما يطلع بعض الناس ويقولوا هذا الكلام، منهم من يطلع يقول لك أتوقع وفاة الفلاني من الممثلين، وفاة الفلاني من المغنيين، أتوقع وفاة كذا 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 من لاعب الكرة، أتوقع كذا وأتوقع كذا. هذا التوقع اللي هو بيقوله، هو مش قادر يقول اللي أنا أقول كذا، ولكن كلمة التوقع بأنه بيضحك على الناس. طبعا هذا الكلام كلام كفر والعياذ بالله، لأن الذي يعلم الغيبة هو الله سبحانه وتعالى فقط. قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي آية أخرى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى فقط. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رئيس الملائكة، لا يعلم الغيب إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما الذي يحدث إلى يوم القيامة إلا كان بوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن أشياء غيبية بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. حينما يقول القائل إني أتنبأ وإني أعلم كذا وغير ذلك، فهذه الأشياء من الأشياء الكفرية التي لا يجوز إطلاقا لا السماع إليها ولا أن نستمع إلى هؤلاء ابتداء. ومن يصدق هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كائنا أو عرافا فسأله فصدقه فلم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية أخرى فإنه كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أي كفر بالقرآن. فهؤلاء كذابون، ما ينفعش لأي حد يسمعهم ابتداء. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الجان، هؤلاء الجان لا يعلمون الغيب إطلاقا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن سليمان حينما أتته المنية، قال ربنا سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب علينا الحذر من هؤلاء الكذابين، من هؤلاء الكهان، من هؤلاء المضللين. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.